انا عايز افهم يا رفعت، ايه مشكلتك في الميزانيه اللي اعتمدتها ملك؟ هو حضرتك لسه عايز تفهم؟ رفعت موقف اي حاجه انا طرف فيها، وبالطريقه دي لا هنعرف نشتغل ولا هنعرف ننجز اي حاجه. هو مش حضرتك بتتضايق لما بتدخل في اي حاجه من صميم تخصصي؟ ده بقى صميم تخصصي ولا يا مستر سامح؟ نهدى بس شويه يا جماعه، يعني مشكلتك فين يا رفعت دلوقتي؟ هفهم حضرتك. الاستاذه مقدمه ميزانيه جايه فيها على الشركه جدا، عامله هامش ربح ما تعداش حتى ال 5%. طلبت منها ان هي تضغط مصروفاتها شويه، لو عملت كده انا في الحاله دي هعتمد الميزانيه. انا شخص فير جدا على فكره. والله عشان انت ما بتفهمش غير في الارقام وبس، وما بتفهمش في اي حاجه تانية. حضرتك شايف الاسلوب اللي هي بتتعامل معاه بيه؟ يا بني ادم افهم، العميل ده من اهم العملاء اللي موجودين، واول مره يتعامل معانا، وحجم تعاملاته في السوق بيعدي ال 50 مليون في السنه. انا عايزه اضمن ان انا جبت الكلاينت وبعد كده اشتغل معاه واعمل اللي انا عايزاه. انت ليه باصص تحت رجليك؟ حضرتك خلصت كلامي؟ انا بقى كل ده ما يفرقش معايا. في رولز في الشركه، اي بروجكت لازم يكون هامش الربح فيه 30%. الاستاذه عايزه تخسرنا 25%. انا مش هعتمد اي ميزانيه الا لما هي تحقق التارجت بتاعنا 30%. غير كده قلت مستحيل اعتمد اي حاجه. اعتقد اني فير. بعد اذن حضرتك، هو مستر رايف جاي امتى المكتب؟ انا مش عايز ادخل الاونر كل شويه في مشاكلنا يا ملك. لا معلش لازم، عشان بالطريقه دي انا مش هعرف اشتغل. يا اما تغير لي المدير المالي بحد بيفهم، يا اما اعمل اللي انا عايزاه. بعد اذنك انا هكون في مكتبي لغايه ما مستر رايف يجي. شايف حضرتك الاسلوب اللي هي بتتعامل بيه؟